أهلين، وصفتنا اليوم كسكسي ليبي بالحوت من غير كسكاس. مسافرين، متزردين، مغتربين أو حتى مش ليبيين حتقدروا تديروه بهذه الطريقة. في كمية جيدة من زيت الزيتون، قليت الفلفل الحار بعد ما درت فيه ثقوب للتزيين. في هذا الوقت رحيت الكمون طازة ورحيت التومة، وفي نفس الزيت قليت قطع من الفلفل الحلو الملون أحمر وأصفر وقمتهم للتزيين. والزيت سخون نقيمه من على النار ونحط التومة ونقلبها مجرد تطلع ريحتها بدون ما يتغير لونها. ضفت معجون الطماطم ورجعت طنجرة على النار. خلي 4 دقايق لين يتغير لونه يدير عيون ونضيف الملح والفلفل الحار حسب الرغبة، وعلى طول نطفيه بالمية المغلية. نغطي الطنجرة ونخلي المرقة على النار ونجي نملح الحوت. استخدمت حوت ترزان، ممكن نكتفوا بالملح وممكن نحطوا لها شوية من التومة، شوية من الفلفل والكمون والملح والفلفل الأكحل وشوية من زيت الزيتون. نعدل قوام المرقة بالمية ونضيف كمون الحوت، والحوت اللي حياخد من 8 ل10 12 دقيقة على النار حسب نوع وحجم الحوت. أول طريقة الكسكسي حنقلي شوية في الزيت لطعم الفلفل مع شوية زيت لين يتولي لونه ذهبي، بعدين نضيف له المرقة سخونة ونغطيه. نزلتها لكم الطريقة قبل في سلطة الكسكسي بالكالامار. أو نغسل الكسكسي بالمية ونحط دقيقتين في الميكروويف. تو نشوف المرقة جتني تقول حرايمي، نقلبه ونشوفها لو مازال يبي نرجعه. أنا رديتها بعد ما زدت من الدهان اللي راكب على المرقة وشوية مرقة، قلبتها ورديتها. بالنسبة للميكرويف بتاعنا الله يبارك ف3 دقايق ونص وجاني طايب يعني بزيادة. بعدين شوفوا هنا تاني مرة درت للمرقة ورديتها، وبعدين ندير له يعني المرقة زي ما نقولوا كأني بنحببه أو نسقيه ونخليه مغطي على جنب. وهادو طريقتين نجحتين. والطريقة الثالثة نبتبت الكسكسي بالملح والزيت زي ما احنا نديره، بس حنحط له مية مغلية. يعني هذه طريقة أوروبية، نحط له مية مغلية ونغطيه نخليه 5 دقايق. نجي نعليه نقلبه. شفتوا كمية المية، غطيتها وتو عريتها لقيتها خفيف، جات خديت له من الزيت متاع المرقة الدهان اللي ركب فوق وقلبته، ونضيف له شوية من المرقة بس تكون خفيفة، يعني مخففة بمية مغلية أو هي مرقة خفيفة. وآخر طريقة على طول بدل الملح والزيت والمية المغلية حنستخدم المرقة، بس حتى هي تكون مرقتنا أخف، يعني مش مرقة حرايمي عاقدة، مرقة الكسكسي الأخف. ونغطي هي سخونة، وفي كل الحالات البخار حيساعد في التطيب. وبعد ما طاب طبعا حبيبوه أو نسقوه بالمرقة بتاعنا. كل الطرق اللي درتها اليوم كانت ناجحة وكان طايب كويس وطايب بزيادة، بالذات يعني الميكروويف كان قوي. وبعدين زينا بالحوت والفلفل المقلي ونحط عليه من مرقتنا العاقدة هيك بالدهان بتاعها أو الحرايمي وصحتين.